متواصلين أعزائي المشاهدين من داخل مركز الإبداع الفني ودار الأوبرا المصرية وفعاليات جديدة من فعاليات مؤتمر القادة والمبدعين ورواد الأعمال العرب. وسعدنا وشرفنا أن نلتقي بقى لقاء مميز وجميل ومثمر مع حبيبي الدكتور أسامة البدري، الدكتور المحاضر في الإعلام. أهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. منور الدنيا ومنور الأجواء كلها في المؤتمر. نور حضرتك، ودايما اعلامي متميز بلقاءاتك المتميزه وبضيوفك المتميزين. تسلم لي يا رب، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بصحه وسلام. احكي لنا النهارده بقى ايه اللي لفت انتباهك النهارده وشد انتباهك في أثناء المؤتمر؟ والله هو المؤتمر مختلف شويه عن يعني الاحتفاليات اللي احنا بنحضرها او المهرجانات اللي احنا بنحضرها، لانه اولا هو مؤتمر علمي وطبي بيناقش 3 جلسات، في جلسه طبيه وفي جلسه خاصه بالمحامين والقضاه، والجلسه الثالثه هتبقى جلسه سياحيه. ايه النقاط الأساسية أو الهامة اللي تم تسليط الضوء عليها النهارده في المؤتمر؟ هو بيعالج فكرة المخدرات الرقمية، ودي غير المخدرات العادية اللي بيتم تعاطيها عن طريق التناول أو عن طريق الكيمياء أو عن طريق الحقن أو كده. دي مخدرات رقمية يعني خاصة بالسوشيال ميديا، زي الألعاب اللي بتكون موجودة على السوشيال ميديا بتؤدي إلى الانتحار في النهاية لأبنائنا وشبابنا. هو بيعالج النقط دي. في فكرة معينة ممكن طرحوها النهارده في المؤتمر، يعني يمكن مثلا في ظل طبعا تلاقي تبادل الثقافات العلمية والفنية ما بين الشعوب العربية ما بينهم ومن بعض. الدكتور محمد، هو المؤتمر هو عبارة عن تجمع لأكبر أطباء موجودين في مصر وفي الوطن العربي، وأكبر محامين وأكبر قضاة وأكبر مجموعة مهتمة بالسياحة، علماء الآثار وعلماء السياحة. فبكده بيكون هو عامل ترابط. بيكون عامل تواصل وترابط ما بين مصر اللي هي رائدة في الطب والحضارة، احنا طب 7000 سنة، احنا حضارة 7000 سنة، وما بين التطور الحديث اللي حصل لأشقائنا في الدول العربية وانفتاحهم على العالم، وإن هم تطوروا في أكتر من مجال. حلمك اللي جاي إن شاء الله أو أفكارك الجديدة في البرنامج بتاعك إيه؟ بالنسبة للبرنامج إن شاء الله قريبا عودة لبرنامج عقول وقلوب، وهو برنامج طبعا متنوع، وكمان من خلال تنظيمي لمهرجان القاهرة الدولي للفنون. إن شاء الله يكون من أكبر المهرجانات في الوطن العربي لدعم واكتشاف ورعاية الموهوبين في المجالات الفنية المختلفة. إن شاء الله إمتى بقى دكتور غششنا؟ قريبا إن شاء الله، تابع الصفحة وقريبا إن شاء الله. تشرفنا وتنورنا طبعا. كلمة أخيرة قبل ما نختم لقائنا المثمر مع الدكتور محمد علامة طبعا رئيس المؤتمر، وكلمة أيضا لأمينة العام المؤتمر الدكتورة ليلى ندى، تحب تقول لهم إيه؟ دكتورة ليلى هي زميلة في الإعلام وصديقة شخصية وإنسانة طموحة جدا. دكتور محمد عمارة من القامات الطبية. أنا بهنيهم وبشكرهم على المؤتمر ده، لأن المؤتمر هو مؤتمر هادف، ونادرا أو قلما أن أنت تلاقي حاجة هادفة بتتعمل بالشكل المنمق والشكل المنظم بالشكل ده. دايما سعداء بيك، دايما منورنا في كل لقاءاتك، اذا كانت في المهرجانات او الايفنتات او المؤتمر الدولي، وان شاء الله ما يكونش اخر لقاء مع بعض ان شاء الله باذن الله. وتحياتي ليك يا فندم. شكرا ليك. تحياتي وتقديري وشكرا لحضرتك. شكرا يا فندم.